السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وان شاء الله تكونوا كامل بصحة جيدة، وان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي كذلك بصحة جيدة. في البداية نقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى السلام. اما بالنسبة لوصفتنا لتاع اليوم هي لي صابلي يقطع لكم من 50 حتى ل 55 حبة بلا سكر ناعم، والبيض نديرو بيض يعني كامل، نديرو الحبة كاملة، ماشي غير الصفار. وصدقوني يجي واحد البنة قرمشة طراوة ولا أروع، صدقوني، ويقطع كمية لا بأس بها. وراح نعطيكم نصائح اللي باش الصابلي تاعكم يجي ما شاء الله. صدقوني خياتي تبعوني، مقادير جد بسيطة. قلت لكم تقطع لنا من 50 حتى 55 حبة. واش نحتاجو خياتي؟ نحتاجو 250 غرام تاع الزبدة، انا استعملت فلوريال. نحتاج كأس تاع السكر عادي، نحتاج قرصة الملح، نحتاج كمشة تاع النشا، يعني كمشة انتي ويدك وشربتي. نحتاج لافاني، ونحتاج 2 كيس تاع خمارة الحلويات، ونحتاج كأس تاع الزيت، و3 حبات تاع البيض. يعني البيض نديرو بيض كامل، ما نحتاجوش حتى نديرو صفار فقط، ويجي الصابلي ما شاء الله. خياتي بالنسبه للفرينه انا نستعمل التل. راح نعطيكم نصيحه، كاين بزاف اللي ما يعرفوهاش. كي تروحوا تشريو الفرينه تاع الحلويات استعملوا هذه فرينه الممتاز، يعني الممتاز خاصه بالحلويات، والعاديه خاصه بالعجين يعني الخبز والى اخره المعجنات. كما راكم تشوفوا ان شاء الله تفيدكم هذه النصيحه. كاين بزاف اللي ما يعرفوش، قلت معليش نشاركها مع خياتي على بالي مع غلاء الاسعار وكل شيء. نستعملوا يعني الفرينه اللي تخرجنا. التل والله العظيم صدقوني غير ما شاء الله. شوفوا خياتي، درت السكر تاعي ودرت الزبده ودرت قرصه الملح، وني نخدم فيها غير بصبحتيه كما راكم تشوفوا فيها، يعني نطري فيها غير بصبحتيه. صدقوني لي صابلي هذو بالسكر العادي احسن 100,000 خطره من لي صابلي اللي بالسكر الناعم. صدقوني خياتي جو ما شاء الله، وهذو هما لي صابلي الحقيقيين. كما راكم تشوفوا خياتي، لا اني لايم يعني ديروا كما تحبوا، ليموا كما تحبوا خياتي. قلت لكم الزيت، والزيت هي اللي تعطيه ديك القرمشه مع السكر. واش نحكي لكم، يعني بنه خرافيه، حتى كي تجربوهم وتردوا لي الخبر في التعليقات ان شاء الله. شوفوا خياتي نخدم هكا بيدي، كلش بيدي، يعني ما نستعمل بيتخا، ما نستعمل حتى حاجه. اني هنا بديت نضيف في الفارينه. هنايا نسيت باش نصير الخماره نتاعي، يعني نصيروها هادو اليامات. الخماره راهي تجي كارثه، ما تجي كامل شابه، تقولي مشمخه ولا ما عباليش. كما راكم تشوفوا خياتي جوزتها في الصفايه تاعي، ودوكا نبداو نلايمو. النصيحه الاولى في اللي صاب لي خياتي، كي تبداو تلايمو فيهم ما تعجنوهمش، يعني كشغل تقطعوا فيهم بس هكا كيما راني وريت لكم هذا الجست خياتي، يعني بزوج صباحتين تقطعوهم هكا بس بصباحتيكم تقطعوهم. وتليموهم مليح ويحبوا يرتاحوا. يعني انا درتهم كيما دوكا درتهم من ربع ساعه حتى نص ساعه في الثلاجه يريحوا، ومن بعد نجبدهم ونبدا نخدم في لي صابلي تاعي. صدقوني خياتي ما يتعوجوا، ما يصرى لهم والو. دوك تشوفوا معايا كامل كيفاش درت، وراني تقريب في السمانه راني نديرهم. صدقوني يقطعوا لي كميه لا باس بها، قلت لكم من 50 حتى ل 55 حبه. وهذيك هي دراري يصيبوا صباح باش يشربوا قهوتهم، يعني ومام كي تكوني خارجه تديهم في يدك. شوفوا خياتي اني نلايم غير بيديا كما راكم تشوفوا. شوفوا بعد ما تلايم الصابلي تاعي، شوفوا كيفاش تجي العجينه، يعني تجي ما محبه ما والو، تجي ليس. شوفوا خياتي هاي ليكم، هاي العجينه تاعي، شوفوا تجي ما شاء الله. راح نخليها تريح قلت لكم شويه من ربع ساعه حتى نص ساعه في الثلاجه، ومن بعد نجبدها ونبدا نخدم بها. كما راكم تشوفوا خياتي هاي لكم، خليتها تريح في الثلاجه ومن بعد نجبدها. شوفوا الفارينه، يعني استعملت كميه لا باس بها تاع الفارينه، يعني دات لي الفارينه. شوفوا خياتي بعد ما جبدت العجينه نتاعي راح نقسمها هكايا ونبدا نخدم بالعقل. من الاحسن ديروا بابي كويسون، ولا اللي ما عندهاش دير ساشي بيضه من التحت وساشي من الفوق وتحل العجينه نتاعها. انا الحلال ما عجبنيش كيف نحل به، يعني دوك نبدل الحلال. كما راكم تشوفوا خياتي هكا
نحلها. اللي تحبهم رقاق بزاف يعني ترقق العجينه نتاعها مليح، واللي تحبهم ما تحبهمش رقاق بزاف تخشنها. هما يجوا شويه يعني يجوا شويه رقاق، ما يجوش خشن بزاف، باش يجوا الحبات نتاعنا كامل على حبه ويجوا شابين. كما راكم تشوفوا خياتي، شوفوا نغطس المول تاعي في الفرينه، يعني حنوري لكم. شوفوا باللي العجينه تنقسم ما شاء الله وما تتعوج ما والو، ودرناها يعني بفرينه عاديه، يعني ما درناهاش بفرينه غاليه ولا. شوفوا خياتي، ها قلت لكم الحبه تقعد على حالها، ميم كي طيب الحبه راح تقعد لكم على حالها ما تتعوج ما والو. كاين بزاف اخوات سقساوني بحثوا لي في الخاص، قالوا لي محسوب قولي لنا يعني عطينا نصائح على لي صابلي. حبيت ندير لكم فيديو نشرح لكم احسن واحسن. انا كنت درت انواع تاع لي صابلي، درت بالسكر كلاص، لكن هذه هي الوصفه الحقيقيه تاع لي صابلي، حبيت نشاركها مع خياتي، ما حبيت نبخل عليكم بحتى حاجه. شوفوا خياتي، مام كي نحيتها وكامل قعدت لي الحبه، يعني قعدت الحبه على حالها. شوفوا خياتي، ها العجينه ما شاء الله طريه شابه، والله العظيم خير خرجت ولا اروع. شوفوا خياتي، ما حبيتش نقطع لكم، حبيت معليش يجي الفيديو طويل وحبيتكم يعني تشوفوا بعينيكم، ما حبيت نقص عليكم حتى حاجه. شوفوا خياتي، ها شوفوا الحبه كيفاش تجي. هاي ليكم خياتي، انا نشعل الكوشه نتاعي خياتي وخليتها سخنات، ونقص لهم شويه الفرنو وطيبتهم. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. قلت لكم مع قهوه حليب، واش نقول لكم يا خياتي. شوفوا هنا انا المعجون تاعي كاين واحد درت له عطر الفراوله، وكاين واحد خليته هكاك معجون تاع المشماش عادي كما راكم تشوفوا. هذا قلت لكم درت له شويه عطر الفراوله يعني باش يعطيني هذاك اللون الاحمر، والاخر خليته يعني في الاورانج يعني عادي مشماش. وانتم واش حبيتوا خياتي. نحط الحبات نتاعي هكا عادي، نجوز عليهم السكر كلاص بالصفايه، يعني على بالي هاد التفاصيل كامل تعرفوها، بصح حبيت المبتدئات ثاني تشوفوا. كاين اللي ما تعرفش، كاين اللي جامي خدمت الحلويات، ما حبيتش نقطع الفيديو، حبيت حتى المبتدئات معانا معناتها يعرفوا. كما راكم تشوفوا خياتي هكا، وتبداو ديروا حبه فوق حبه، وتشوفوا الحبه تاعكم ماشي معمره يعني زيدوا عمروها من الفوق. شوفوا الحبه تاعنا كيفاش تجي ولا اروع، تجي ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم خياتي جربوا الوصفه وعينيكم مغمضين، صدقوني وصفه ولا اروع. دمتم سالمين ودمتم في رعايه الله وحفظه. خياتي ما تنسونيش جيم وبارطاجيو لا فيديو، خلوا لي كومونتير شباب في الاخر الفيديو. هيا بقى على خير خياتي.